لو كنت فاكر إن السعر وحده بس اللي هيخليك تقدر تبيع ويخلي عندك جمهور، يبقى أنت عندك مشكلة ومحتاج تعيد تفكيرك من الأول. ركز كده، ليه في شركات ممكن يكون سعرها أغلى منك بكتير ومع ذلك عندهم عملاء كتير؟ إيه الفكرة؟ إيه السر؟ السر في إن الشركات دي إما إنها بتقدم تجربة للعميل أفضل، أو ممكن القصة كلها في الثقة. هم وثقوا في الشركات دي فما عندوش مشكلة إنه يشتري بسعر أغلى. فكر فيها، فكر أنت ممكن تروح لدكتور سعره هو الأقل ولا هتبقى ثقتك مهزوزة فيه؟ ركز في إنك تبني ثقة عملائك وولائهم ليك هيخلوك تبيع أكتر من غير ما تضطر تلعب في أسعارك ومن غير ما تحرق نفسك. العميل اللي عنده ولاء مش بس هيشتري منك، ده هيتكلم عنك ويوصي عليك عند دائرة معارفه، وده اسمه الورد اوف ماوس. أعلى حاجة في التسويق إن عميلك هو اللي يسوق لك. ركز في إنك تبني ثقة مش في إنك تبيع، وخليك فاكر التسويق مش مجرد كلام.